الرياضي وسطيف الجزائري والتي شهدت اعتداءات جسدية ولفظية. أرحب بالزميل يسري المراكشي الذي كان شاهد إثباته لواقعة ملعب الثامن. ما يسري، مرحبا بك وعلى السلامة. الله يسلمك مراد، مرحبا بك، مرحبا بالجمهور المغربي الكريم. بالأمس أقصي الرجاء البيضاوي بشرف من مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم على يد فريق سطيف الجزائري، والحدث الأبرز كما شاهد العالم كان الاعتداءات الجسدية واللفظية على مكونات الرجاء من لاعبين وطاقم تقني ومسيرين وإعلانيين وجماهير. الرياضية كعادتها واكبت اللقاء في شخصية الزميل يسري المراكشي الذي حضر ووثق بكاميرا سعيد خليل تفاصيل رحلة النار. يسري، إذن ونحن نتابع هذه الصور ونستمع إلى ما يجري الآن في ملعب التمام. إذن مشاهدينا الكرام، شاهدنا وسمعنا جميع أنواع السب والشتم الذي تعرضت إليها مكونات الرجاء. يسري المراكشي، كما قلت على السلامة أولا، يعني احنا شاهدنا الصور، أكيد صور أكثر ما تحتاج لا تحتاج إلى تعليق، فأكيد أنت كنت عشي الرحلة اللي هي كانت رحلة نار أكيد إلى الجارة الجزائر، سب وشتم واعتداءات جسدية لفظية. لك الكلمة يسري، ممكن أن تصف لنا ما وقع بالضبط في هذا الملعب؟ البداية كانت رحلة جيدة بكل صراحة، يعني المكونات، الجمهور اللي تلاقينا معاه، مدينة العلمة، كل الأشياء وقوع أحداث اللي ربما تدخل في خانة العادية في عصبة الأبطال الإفريقية، الاستقبال كمكان الإقامة، مجموعة اللي ممكن أشياء اللي تقبلها. لكن الناس شافوا مقابلة ديال كرة القدم اللي تشاف في التلفزيون، ولكن المقابلة اللي عشنا احنا مغايرة تماما الواقع ديال التلفزيون. ما عيشناه للأسف الشديد كان استفزاز، كان ضرب، كانت حقرة، السب والشتم. غادي نرجعوا لمجموعة الأشياء اللي عيشناها، وتختمت بمشهد للاسف الشديد. الان غادي نعاود معكم، الا كان ممكن خالد نعاودوا من الاول، غنعاود معكم بعض الاحداث وغتركزوا معايا مزيان مجموعه من الاشياء. خالد الا كان ممكن نعاودوا من الاول غادي نشوفوا الاعتداءات اللي تعرضتوا لها باش نشرح شنو وقع. اللي وقع قبل ما نشوفوا الصوره، حمار هنا، هذا هو رئيس فريق هذا هو اللي هنا في البونتوش. اسمح لي، هنا في البونتوش كان حاضر، ما عرفتش كيفاش كيديروا الحكام، كان في البونتوش اللي سالت بروميير ميطون، مشى دفل على طنطاوي ودفل على قاموس وعلى بودريقه ودفع مابيدي. هنا غيدفع بورزوق. شوفوا الامن كيدافع على حمار. هنا الصبار وليد في الصوره لهيه غيبان لك كيتدفع حتى هو من رجل الامن. نعم، هو وليد غادي تشوفوا لهيه باش كيدفعوا رجل الامن. الامن يحمي سطيف، لا يحمي البعثه ديال الرجاء. هنا كنجيو مشادات كلاميه، كيجي بودريقه كيهبط اللي كان جالس في الوفد الرسمي الفوق، كيهبط كيقول له ما يمكنش، انت كتمشي عند اللعابه كتستفزهم، كتبزق عليهم، راه واش كدير انت اصلا هنا؟ نطلعوا لومبيونس.
الشوط الثاني هنا نسمعوا اكيد كلمات ناديه يسري. انا التساؤل غادي تطرح بسيط. هذا حمار رئيس فريق سطيف، الفريق الوحيد اللي كاين في المدينه اللي ممكن اللي كيعرف انه غادي ينازل انديه افريقيه ومغاربيه خاص تكون عنده دبلوماسيه موازيه. كيسب وكيعاير وكيقول اليهود. ما عرفتش انا كيفاش كيعتبر ان يهود هي سبه. نعم هذه ما فهمتهاش انه كيعتبر يهود سبه. ما فهمتهاش. هنا الطاقم الصحفي ديالنا والزميل نوفل هنا كان اعتداء من رجال الامن، وغتشوفوا ان الكاميرا حتى هي كتحبس. هنا لاحظوا الشرطه كيوضعوا القنينه على القارورات، لان كنشكر الزملاء المصور سعيد خليل ولا محمد حسناوي ولا اللي الجمهور كذلك بدا كينادي. الا كان ممكن نسمعوا الجمهور الاشياء الاستفزازيه اللي كانت. غادي نسمعوا الجمهور مقطع للاسف الشديد ماشي الجمهور كامل باش نكونوا واقعيين، لان كنتي كتسمع خاوه استمعوا. قمة الاستفزاز. نعم قمة الاستفزاز، وكنمس بالمقدسات في مجموعة من الأشياء للأسف الشديد. كان يعني حسينا بحال أنا كنقول من رئيس الفريق، ما كنقولش اللاعبين، ما كنقولش المجموعه الاعضاء ديال السطيف، وهذا من رئيس الفريق. انا كناكد لان رجل اللي محمي كيضرب ما بيدي، كيضرب اللعابه. ما انا الى حضرت الفريق السطيف هنا بالمغرب وشفنا كيفاش كان الاستقبال ديالو، شفنا مجموعه من الاشياء اللي هي كان استفزاز بما في الكلمه من معنى، وصراحه اشياء عشناها. إلا سمحت يسري، غنشاهدوا واحده من اعتداءات رئيس الفريق فريق وفاق سطيف الجزائري حمار. يعني اكيد هذا رئيس ديال الفريق. شوف ما بيدي. نعم الدفع ديال ما بيدي. نعم شوف بوليس كيدفع بورصه. هذا المفروض ان يكون القدوه. هذا اللعابه اللي هما كونسونطري، جا واحد كيدفع عليهم في البونتوش. نعم بزقه عفوا على المصطلح. يعني للاسف الشديد لاحظوا ان هيجان صبح عند الناس ديال الرجل، ان كان استفزاز وكيزيد البعض من الجمهور. هذا عاد غنرجعوا نستمعوا. هنا كاين تصريح، كاين تصريح الا سمعتي يسري المراكشي مشاهدينا الكرام، تصريح لمحمد بوطريقه رئيس فريق الرجاء البيضاوي. صراحة عشنا إرهاب في وسط الملعب. يمكن التلفازة نقلت غير الماتش والملعب والأرضية وهذا، ولكن داكشي اللي كان صراحة إرهاب بمعنى الكلمة. أنا ما عمرنيش شحال الأحداث هذه، ولكن شكون اللي كيدير هذا الشيء، شكون كيدير هذا الشغب؟ هما الناس ديال الأمن، يعني ماشي الجمهور. يعني صراحة الشعب الجزائري ما لقينا معه إلا الترحيب. شو معنا يومين تقريبا في العلمة وحتى في العاصمة حتى في الملعب. يعني أحداث شغب بين الجماهير ما كانتش، يعني كانت تحية متبادلة بين الجماهير. احنا خاوة. ولكن الناس ديال الأمن انا كنظن ان الناس اللي كانوا تحت في الملعب واش كتعرفهم، واش هما صحفيين، واش هما امن. رئيس فريق نعت المغاربه بكلمات نابيه، واظن بانكم راك سجلتوا كل شيء. الكلمات اللي اضطر اللاعبين انه كل شيء ما رضاش. كلمات رئيس فريق كانت وسط الملعب في لاميطون. بدا كيتفل على اللاعبين وان كل شيء مسجل. كنعاود نقول لك بان راه كل شيء مسجل. نعرف رئيس الفريق تيكون المكان ديالو هو المنصه الشرفيه، اما لتحت فهو مكان مخصص للاعبين والناس اللي كتلعب والحكام. كيقوم باعمال كلمات وكيقول اشياء اللي زعما حرام يكونوا باقيين في افريقيا، وما بالك في دوله عربيه، دوله شقيقه. اذا هذاك الشيء اللي كان خطير. دار شغب مع اللاعبين، حرب نفسيه كانت كبيره. يسري سمعنا مشاهدينا الكرام التصريح ديال محمد بوطريقه. هو قال كلام اللي شاهدناه الان، شاهدنا جزء من واحد اللحظه بكل صراحه، لان ربما باش نكونوا واقعيين قبل ان ممنوع تصور، ممنوع من جهه الاشياء. ممكن اننا
انا شخصيا أكيد محافظ امن نعم. كيجرني باش كيتكلم معايا بحال يعني الاشياء اللي للاسف الشديد. ولكن انا كنقول لك انا جيري مجموعه ديال الاشياء. علاش؟ لان كتعرف ان رغم كل شيء فاشقاء ومجموعه من الاشياء. لكن وكنسمعوا دائما يسري بالخاوه، يعني الخاوه اللي تغنات انا نعم. كنقولها وكنعاودها، والجمهور اللي سولوا مجموعه من الاشياء. هنا هاد الاشياء ممنهجه. شكون اللي بغى يدير هادشي؟ شكون اللي بغى يدير هادشي باش توصل شويه؟ وصلت الاعتداء على الصحفيين مازال غنشوف جوج على الاشياء. محمود بودريقه قال بان الامن هو الذي اشعل يعني نعم. فتنه نعم لان انا عشت اشياء الامانه الصحفيه بكل صراحه. انا عشت مع رجال الامن اللي كانوا واقفين جزائريين كنشكروهم ياك. فيهم اللي كيقول لك لا ما تخافوش حنا ما نقيسكمش، ولكن قدامي كيدافع على حمار وكيدفع على عبد الراجل. نعم. كتحاول انك انت تمتص هذه الاشياء شويه. ممكن قدامك كيجي وكيقول لك لا ما تخافش، كيدور كيسحب له واش ما كتفهمش، كيشبع معيور كيقول لهم خليهم دابا تفرج. يعني في اللحظه هادشي اللي كنقول لك راه ماشي في لافان ديال الماتش، بروميير ميطون. هنا السؤال اللي كيتطرح فينا هو المراقب. هذا هو السؤال يسري، يعني هذا هو السؤال. طلع ياكل ما هبطش الاتحاد الافريقي من هذا طلع ياكل ما هبطش. نعم طلع ياكل ما هبطش. يعني بقينا مع الكاتريام اربيت مازال عاوتاني الفيستير وشنو وقع. فريق الرجاء كان كيطالب انه توفر الحمايه باش يدخلوا للدوزيام ميطون. مازال غنشوفوا صور وغنشاهدوا لا سمحتي يسري اخر اعتداءات على الجمهور الذي رافق فريق الرجاء الرياضي. اكيد صور مؤسفه مشاهدينا الكرام. يسري يعني ملي كتشوف هذه الصور رجال الامن يعتدون على ضيف، المفروض انه ضيف يسري. يعني صور مؤلمه، اعتداءات واضحه للعيان، اعتداءات رجال الامن الجزائري على جمهور الرجاء الذي رافق الفريق ليناصر ويشجع فقط وليشاهد مباراه كره القدم. يسري يعني ممكن تعلقنا على هذه الصور هذه بعجاله. هذه صور كيف ما كنقولوا بلوقتنا خطفناها. كان مجموعه الصور ما كانش يمكن تاخذهم. علاش؟ حيت ما يمكنش ان الكاميرامان في شحال من مره كيتجرد حتى كيبغي يدخلوه وكنعاود نرجعوه. كنشكر بالاشاره انس عبد الرحيم وسعيد خليل وحسناوي، لان كيكون حدا الكاميرامان ديالك حتى كيتجرد لواحد الدرجه ولا كيدوى بوحدو. هذا واقع اللي كنقولوا، الله راه شاهد فوق كل شيء. ملي كتصور اللقطه كيجيو عندك خاصو ديك كيجي كيقول له كاين محافظ امن كيجي كيقول له هذيك الكاميرا خاصها تحيد. يعني وجد راسك ملي كتسمع انت في هذيك الحاله النفسيه ان الكاميرا خاصها توجد، خاصها تحيد، فكتشوف راسك انت مع الكاميرا مع مجموعه من الاشياء، وكتولي واحد اللحظه انت صحفي خاصك دير مهنيه صحفي ولكن انت مغربي لانك مغربي. نعم. مع استفزازات مجموعه من الاشياء. هنا كان من بعد هنا حتى دخلنا لي فيستير كنصوروا داكشي اللي واقع في لي فيستير. كيجي طنطاوي كيقول لك عتقوا الجمهور، كنخرجوا كنلقاو الجمهور كله خرج، بقى الجمهور ديال الرجاء. وكنشوفوا واحد الوصف للاسف ما خلاناش حتى الجمهور نصوروا، لان كنشوف واحد الوصف ديال عدد كبير ديال لي زومبيلونس كيدخل كيهز عباد الله اللي مضروب اللي مليوح. جو سي ان الجمهور غيقول لك لا وحنايا حاولوا انهم يدافعوا على راسهم. هذا واقع الحال. نقول لك 25 اصابه، نقول لك انك في لحظه من اللحظات واخا تكون صحفي كتولي انساني وكتحبس فيك النفس، لان هذا الشيء ماشي معقول. لان كتشوف واحد كيغوت مي علاش ضربوا؟ علاش؟ فاش جاو هنا انا حضرت تشعلوا الفيبيجات تشعلوا كل شيء، ما كانت حتى شي حاجه ديال هنا كان الضرب. هذا الكازون اللي كتشوف فيه هذه اللقطه مسروقه على اساس كاميرا محطوطه نعم. في الارض. نعم. باش نوضحوا للجمهور ما كانوا بزاف د اللقطات اللي ساقطين في الارض. ربما كاين اللي يقدر يكون خداهم لان ما خلاوناش نصوروا. الجمهور قال لك الله يخليكم هذا الشيء ما يتصورش. هذا كرم الضيافه. نعم. كرم الضيافه ان واحد يقطع بي ديالو ثمن ديال الطائره ويمشي كتوقع الاستفزازات مثلا من الجمهور. حتى الجماهير اللي كتجي، واش الامن ديالنا كيتعدى على شي واحد؟ ربما كيحميه لان ضيف هذا عايشناه. انا عايشته هنا في الدار البيضاء في مركب مجموعه من الاشياء. نعم. استفزك ممكن ترجع للور، ممكن تعيط رئيس البعثه تقول له الله يخليك شوف واش تضبط. كاين كابو، كاين مجموعه من الاشياء. اكيد كتضرب الجمهور. نعم. بعصا وهو ما في يدو والو ويدو شعار
وكرم ضيافه يسري، هذا من شيامنا احنا كمغاربه، هذه ثقافتنا وهذه عاداتنا. اكيد كيف ما داروا استقبلنا ضيوفنا واشقائنا الجزائريين في مباراه الذهاب. واحد الوصف نعم. واحد الوصف لان في لحظه من اللحظات ما بقيناش قادرين ناخذوا تصريحات. نعم. فكنشوف الدكتور العرسي وبهليوي اللي كنحييهم، لان في لحظه من اللحظات ولاو اطباء ديال اس او اس، ديال لي زورجونس. نعم مستعجلات. نعم مستعجلات بلا ماتيريال بداك الشيء اللي عندهم. انا اضطريت انني تتوصل الطائره عاد ناخذ تصريحات في المطار ديالنا مع الاطباء. نعم. ونسمعوا لان نسمعوا من اكيد يسري المراقش. مشاهدينا الكرام نستمع الى تصريحي طبيبي الفريق الدكتور محمد العرسي والبهليوي للحديث عن ضحايا هذه المباراة. ما استطعناش يعني باش نهضروا معكم تما في نفس المكان، لانه كنا مشغلين مع العدد ديال الاصابات اللي كانت اصابات كثيره جدا ديال في الصفوف ديال الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي. فجميع الاصابات اللي يمكن لك تفكر فيها يعني كاينه موجوده عند الجمهور، وذلك ناتج عن على النتيجه عن الفوضى اللي خلقوها الناس ديال الامن ديال بطبيعه الحال الامن اللي كانوا في الجزائر. يعني ضربوا الجمهور بطبيعه الحال كاين لا رياكسيون ديالو، كيبغي يهرب من الضرب، كيبغي يهرب من سميتو واذا به. فجميع الاصابات كيقدروا يوقعوا. اولا الاصابات كيكونوا ناتجين عن الضرب، ثانيا الاصابات كيكونوا ناتجين كذلك عن ديك العمليه ديال الهروب اللي عيناها. عندي اصابات نتيجه على الضرب، نتيجه على الضرب بطبيعه الحال، ونتيجه كذلك عن الهروب من الكرياج فكاين جميع النوع ديال الاصابات. صدمنا بصراحه بهذه العباره ان المقابله كانت في واحد الجو اللي هو يعني هيستيري جديد. اول مره كنعيش انا هذا الجو هذا، ان نهايه المقابله كيخسر فيها فريق الرجاء البيضاوي، والفريق الخصم انه ما كيرحمش الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي. بدايه كما قال البروفيسور العرسي يعني كانت تقريبا واحد 9 الاصابات عيشناها، اللي فيها كسر وفيها ضرب في الراس وفيها اغماءات، دعات استعجالات انها تكون بالاكسجين ديال لي زومبيلونس اللي عندهم، ولو انها امكانيتها ضئيله جدا من الناحيه الطبيه. الشيء اللي تقريبا تاسفنا له ديال الشباب ديالنا، خليناه تماك، ما عندناش الوقت مالوريزمون باش نوقفوا عليه تيرجع للمغرب، ولكن كنظن بان هذا الشيء خصو يوضع له حد. احنا السؤال اللي مطروح واش كنمشيو نلعبوا كره الرياضه ولا كنمشيو لشي حاجه اخرى. أكيد كما سمعنا إلى تصريحي طبيبي الفريق، أكيد حتى الاعتداءات ما شملتش فقط المكونات ديال الرجاء للجمهور، أكيد شملت كذلك حتى الإعلاميين الذين رافقوا فريق الرجاء الرياضي في هذه المهمة الصعبة والشاقة. الإعلامي تعرض كذلك لاعتداءات خطيرة جدا. الإعلاميين من وصلنا كيكون عندك الاختيار انك باش تاخذ القوانين ديال الاتحاد الافريقي. كاين جيلي ولا كاين باج. اختاريت انا والطاقم ديالي يكون عندي جيلي على اساس اني عندي الحق اني نصور تما عادي جدا. فلقيت بزاف عندهم جيلي، وهذوك اللي عندهم جيلي بكل صراحه هما اللي غير واحد جوج كيجيو كيبداو يضربوا ويدفعوا عنده جيلي ديال الصحافه بريس. نعم. الاعلاميين الاخرين اخوان طلعوا المنصه 13 مره. هذه الحافله اللي خسرات بالاعلاميين قبل، هذه اشاره اللي كانت قبل اون بان في الطريق ديال ساعه ولا ساعه وما كيتسناو في الطريق بين العلمه، لان الحافله شعلت فيها الدخان وهذا. هنا الاعلاميين عاشوا هادشي اللي شفتوا هنا، كانوا كيدخلوا لواحد البلاصه الفوق خاصك باساج، هذيك البلاصه اش نقول لك داكشي راه ما غادي يدويو، لان كلاو شي حوايج خطيره جدا، ضرب وكان استهداف للبعض الاعلاميين بعينهم. كان ضرب، كان شوفوا غير الوجوه نتوما اللي كتبان لكم في هذه المنصه، هذه منصه الصحافه ياك. عاد مدير المركب اللي منع البعثه الرجاء تطلع وقال لي ها باللي كنتسنى بعثه، كيقول لي رئيس فريق لا انا بعثه، كيقولوا لا كنتسنى البعثه هي الوالد الامن وداك الشيء، وهذا هما الاولين. دونك هنا اعلاميين كياكلوا العصا، الاستفزاز، كيتعايروا، كيضربوا. هاد الاعلاميين اللي الاشاره المغاربه عرضوا على هاد الاعلاميين الجزائر ملي جاو هنا بداو من الفندق وعشاوهم،
والصدمه اللي كانت عند الاعلاميين المغاربه ان ملي راجعين في الحافله كيقول لك ما يمكنش هذاك انا عشيت وانا عرضت عليه، انا عرضت عليه، كيقول لك هذاك السيد انا عرضت عليه هو اللي كان كيضرب فيا. يعني كتعيش شي حوايج كتبغي غير تخرج منها باش تفهم اش واقع. شكون اللي بغى يدير هذا الشيء؟ شكون اللي بغى يدير هذا الشيء؟ عمر شي اعلامي تضرب في مركب محمد خامس لاي ملعب مغربي؟ اكيد يسري، انت حضرتك كما قلنا عاشي هاد المهزله وهذه الاعتداءات الشنيعه ضد مكونات فريق الرجاء البيضاوي. اكيد عندنا تصريحات سقيتها يسري هناك بسطيف الجزائريه. نستمع اولا الى تصريحات كل من الصحفي سعيد النافع صحفي بالاحداث المغربيه، عادل العمري صحفي براديو مارس، وفؤاد الحناوي عن ميدي راديو. نستمع. اللي تعرض اليوم لاشياء غريبه جدا ما عمرنا كنا نتخيلوا اننا غادي نشوفوها يوما ما في ماتش ديال كره القدم. دي بروفوكاسيون من الدخول ديالنا للمنصه ديال الصحافه، طلب تغيير الاماكن المقاعد ديالنا ديال الصحافه والاجبار ديالنا على الجلوس في اماكن اللي ما تتخليكش تشوف التيران، لان عندهم هما الحيط ولو سياج اللي مبني فوق منه الا كنتي تجلس في لي ديرنيير مارش ما تشوفش التيران كله، بدعوى ان الاماكن اللي هي الفوق مخصصه للجمهور الجزائري. هذا الشيء تجاوزناه وما هضرناش عليه. من بعد كل 5 مينوت ولا كل 10 مينوت الى دي بروفوكاسيون، كل مره يخرج بها واحد بطريقه. فهمنا من بعد لانه المنصه ديال الصحافه ما فيهاش الصحفيين. شكون اللي قالها لكم؟ قال لي الصحفي فارس ديال النهار تي في، لان هذا السيد هذا جا بالماتيريال ديالو بالتريبي ديالو وبالكاميرا ديالو، ما لقاش فين وقف حدايا. من بعد ملي بقينا تنتكلموا تيقول لي بانه المنصه ديال الصحافه تيعرف فيها واحد العدد قليل ديال الصحفيين، وان الناس اللي جالسه تما اغلبيه ديالها هي ناس لا علاقه لها بالصحافه. وفي الحقيقه يمكن انا سافرت بزاف، عمرني ما كنا كنقولوا افريقيا السوداء فيها مشاكل كبيره، ولكن هادشي اللي شفناه اليوم في الجزائر عمرنا ما شفناه وعمرنا ما نظن غنعاودوا نشوفوه، لان هاد الناس جاو عندنا للمغرب حطيناهم فوق راسنا تهلينا فيهم، عاشوا السعاده كيف ما هي، حنا عشنا الجحيم. الصحفيين الطريقه اللي تعاملوا بها، المسؤولين ديال الرجاء عندهم رئيس حياح، رئيس اللي كيهود وكيضارب وكيسب اللاعبين وكيسب المسؤولين. يؤسف له ما شاهدنا في المباراه، ربما من سوء التنظيم ديال المسؤولين ديال فريق وفاق سطيف اللي ما عرفوش يتعاملوا مع حجم المباراه. لقاء كنا كنعيشوا نهايه ديال دوري ابطال افريقيا في الوقت اللي هي مباراه ديال مرور نظام المجموعات. هذا كيرجع لقوه الفريقين، فريق فائز باللقب، فريق رجاء كيرغب العوده للواجهه. كان هناك يعني ربما سوء تنظيم بالنسبه لوضع يعني مجموعه من الناس اللي غير اعلاميين في المنصه ديال الناس ديال الاعلام اللي كانوا كيرافقوا فريق الرجاء البيضاوي، اللي شفناهم يعني شبه اعتداءات على مجموعه من الاعلاميين اللي كانوا كيتواجدوا في المنصه، اللي هي مسائل ما كنشاهدوهاش في المنصه ديال الصحافه. منصه الصحافه مجموعه هي موضوع الاعلاميين كيحترموا نفسهم، كيحترموا العمل ديالهم، وما غير مشجعين، يعني ما كيقوموش بتشجيع هذا الفريق او ذاك. وربما هذا ما اثر نوع من النرفزه، ناهيك على عوده الجمهور اللي كان قريب من المنصه ديال الصحفيين. كانوا هناك اعتداءات على مجموعه، كانوا اعتداء ديال رجال الامن على مجموعه من الاعلاميين. يعني هذه مشاهد يعني لم نشهدها من قبل، وما كانش هناك تسهيل للعمل ديالنا يعني كناس جينا باش نقلوا ما جرى في المباراه.